السلام عليكم. مبروك، نادي أسوان الفوز وماتش النسيان للزمالك. الزمالك الماتش ده اتهزم لسببين: سبب جوه الملعب وسبب بره الملعب. سبب جوه الملعب ان التشكيل الغلط من بداية الماتش، بان شيكابالا يبدأ الماتش، وان يتخلى على الطريقة بتاعته المعتادة 3-4-3 او 4-3-3، وبتتغير في حالة الدفاع. الزمالك بدأ الماتش بتشكيل عواد، مسلوسي، عبد الغني، حسام عبد المجيد، فتوح. في نص الملعب بدأ باتنين: دونجا وعمرو السيسي. وناحية الشمال كان علامة استفهام انه امام عاشور. ناحية اليمين كان زيزو، وكان بيتبادل الدور ده مع شيكابالا، اللي كان غلط جدا انه يبدأ الماتش ده. شيكا بعد كده كان بيتبادل الدور مع زيزو، وزيزو كان بيدخل في قلب الملعب، وشيكا كان بيضطر يبقى مهاجم تاني مع سيف الجزيري، اللي عليه علامة استفهام جامدة. آه، مش مفهوم. وزنه زايد، تحركاته غلط، كسلان، لعيب فعلا في مشاكل كتير عنده. آه، في حين ان اسوان لعب بواقعية. كابتن ايمن رمادي مدرب ممتاز، عنده فكر، بيحترم الفرقة اللي قدامه. الزمالك نازل مش محترم الفرقة اللي قدامه. اسوان لعبت بطريقة 4-1-4-1. بدأ محمد مصطفى، اسلام صلاح، كاستيلو، علي فتحي. ف- قدامهم لعيب هو ده المحور: رافاييلو. قدامه عماد فتحي واحمد خالد. والناحية اليمين محمد ناجي جدو. الناحية الشمال كان احمد بالحاج. قدام راس الحربة الافريقي كاموني. لتاني مرة على التوالي الزمالك يستقبل جون في اول 5 دقايق بسبب التمركز الغلط. انا مش فاهم ليه الاصرار انك تلعب في الضربات الثابتة زون ديفنس مش مان تو مان. انت عارف ان عندك مشكلة مع لعيب زي عبد الغني، ان هو مش قادر ياخد كرات عالية مش بتاعته. وعبد المجيد هيبقى لوحده. حمزة المسلوسي الحتة دي عنده مش كويسة. فالموضوع فعلا مش كويس. الموضوع التاني ان الزمالك مكسبش حاجة بره الملعب. اختيار توقيت الماتش: الزمالك ما عملش ترتيب للماتش، ما اتمرنش تمرينة كويسة قبل الماتش عشان في نفس ميعاد الماتش. يعني انت تمرينك كله دايما الساعة 4 او 6. انت قبل الماتش بيومين اتمرن الساعة 2:30 عشان اللعبة تتعود على الجو ده. انت جيت اسوان قبلها بيوم، تمرينك ليه تتمرن 6؟ اتمرن الساعة 2:30 عشان اللعبة تحس. الموضوع كله ان الزمالك آه عنده مشاكل كتير في خط الدفاع، وعنده مشاكل في خط اللي قدام، لازم يحلها. ولازم يبقى في صفقات الفترة الجاية، ولازم تلعب بواقعية. اللي تكسب بيه العب بيه. الموضوع مش محتاج ان انت فلسفة. اللي تكسب بيه العب بيه. اسوان بصراحة فرقة محترمة. كابتن ايمن رمادي مدرب واقعي جدا. آه، دايما بيحترم الفرقة اللي قدامه، بيحضر ليها بشكل كويس. عنده محلل اداء ممتاز، بيشتغل شغل كويس، وبيحترم كل الفرقة اللي قدامه. آه، الزمالك هيعاني الفترة الجاية لو محلش الخط ده، ولازم يتعاقد مع لعيب مساك تاني عشان مستوى عبد الغني محير. مسلوسي اوت اوف اوردر. الجزيري او سامسون وحشين. امام عاشور نفس الموضوع. لازم لازم يفوق، لازم يراجع نفسه. انا مش هتكلم عن فرقة اسوان. فرقة اسوان